انشغلت بعض المواقع العلمية في الفترة الأخيرة بخبر السيارة الطائرة، الحلم الذي يبدو أنه يتحول من أفلام الخيال العلمي إلى واقع على الأرض. السيارة ستطرح في الأسواق بحلول عام 2017 وفق ما أعلنته شركة إيروموبيل السلوفاكية. الشركة كشفت أن سيارتها الطائرة قادرة على التحول خلال ثوان من السير على العجلات إلى الطيران، وهي تتسع لشخصين وتعتمد على الغاز كوقود لها، كما أنها مزودة بمروحة طائرة على جزئها الخلفي وبأجنحة يزيد طول كل واحد منها عن 6 أمتار. هذه الأجنحة قابلة للطي، مما يجعل ركن المركبة في مواقف السيارات أمرا يسيرا. تسير هذه المركبة على الطرقات بشكل عادي لتصل إلى المدرج فتفرد جناحيها قبل الإقلاع مثل أي طائرة صغيرة، مع العلم أن سرعتها على الأرض تبلغ أكثر من 150 كيلومترا في الساعة، أما في السماء فتطير بسرعة 200 كيلومتر تقريبا، وبوسعها التحليق لنحو 700 كيلومتر.